حاجة تانية لازم الناس اللي عايزة تاخد MBA تفكر فيها، هي مسألة سنين الخبرة اللي مطلوبة عشان لما اجي اخد MBA استفيد بيها فعلا. MBA بتعرفك ازاي بيتم قيادة الاعمال وقيادة الشركات من فوق، من منظور عالي شوية. لو انت لسه متخرج ما عندكش سنين خبرة، هتاخد الكلام اللي موجود في MBA برضه هتدرسه دراسة نظرية، لانك انت مش عارف تطبقه. ما هو انت مش شغال في منصب اداري، انت لسه متخرج. اداري هتدير مين وهتديره بانهي خبرة بالظبط؟ انت لسه راجل متخرج لسه على الزيرو، فبالتالي مش هتعرف تطبق اللي انت هتاخده في MBA. لما ما تعرفش تطبق اللي انت هتاخده في MBA هيتحول لدراسة زي اي دراسة جامعية اخدتها وبعد الامتحان نسيتها تماما وما استفدتش بيها. عشان كده لازم يكون عندك سنين خبرة كبيرة في مجال ما، ساعتها تقدر تفكر في MBA. سنين الخبرة دي بنتكلم تقريبا من حدود يعني 3 ل5 سنين خبرة في مجال معين تكون اشتغلت، عشان لما تاخد MBA تعرف بقى على طول تاخد MBA تطبقها على اللي انت فيه وتقدر تترقى في مناصب إدارية أعلى في مكانك اللي انت موجود فيه.